محدش ملاحظ يا جماعه ان تصميمات العربيات مؤخرا بقى شكلها يقرف؟ عندك شركه زي بي ام دبليو مثلا، تصميماتها لا تسر عدو ولا حبيب، والاجابه بمنتهى البساطه هو الصين. الصين هي اكبر مصنع ومستهلك للسيارات في كوكب الارض بالكامل، وعباره عن عمود اساسي من اعمده المبيعات في اي شركه عربيات في الدنيا. فبمنتهى البساطه احنا هنشوف الصينيين عاوزين ايه وهنسمع الكلام بالظبط. عاوزين شبكه كبيره جدا جدا، هنعمل لهم بي ام دبليو باسنان السنجاب عادي. بيحبوا الكروم في كل مكان، هنرجع لهم موضه الالفينات من تاني. زمان كان الوضع مختلف شويه، كانت الشركات بتعمل نسخ مختلفه للصين على وجه التحديد ونسخ تانية للعالم بالكامل، زي مرسيدس مثلا اللي كانت وما زالت بتعمل مثلا عربيات بقاعده عجلات طويله في الصين بس، لان الصين بيحبوا العربيات كده، وبتعمل عربيات باطوال عاديه جدا لبقيه العالم. لكن دلوقتي الوضع مختلف مع غالبيه الشركات، فهتلاقي خلاص هم بيحبوا الكروم، العربيات كلها كروم، بيحبوا الشبكات الكبيره، العربيات كلها شبكات، بيحبوا الشاشات اللي في كل مكان، هنحط لهم شاشات في كل مكان. قولوا لي انتوا ايه رايكم في الذوق الصيني وانعكاسه على تصميمات العربيات في العالم بالكامل؟